تحية وسلام عليكم محبي وعشاق توقعات كرة القدم. أرباح هذا اليوم، أرباح يوميا متتالية، فمرحبا بالجميع معنا على مجموعة VIP روكي. اليوم توقعنا توقع 3 مباريات. هذه الثلاث مباريات لعبناها على جميع الشركات وأهمهم بيت وينر وحتى الكوتي سبورت المغربية. فهذه المباريات كالتالي إخواني، ستشاهدون معي بالدليل والبرهان هذه المباريات. أولهم غريك، اليونان تفوز. ثاني مباراة من الدوري الدرجة الثانية الدنمارك لعبت بتسجيل هدف داخل كل مرمى، جول. النتيجة 4-1 ناجحة. آخر مباراة وهي الدنمارك ضد سلوفينيا، فوز لفريق الدنمارك إخواني ناجحة. إذا كما تشاهدون سكراين يوضح أن هذه التوقعات تنزل كل يوم على هذه المجموعة الواتسابية، المجموعة الأولى في العالم العربي للربح كل يوم. فمرحبا بالجميع. نمر إلى المرحلة الثانية أيضا إخواني، ها هي الآن لعبت على تطبيق الكوتي سبورت. فوز اليونان، تسجيل هدف داخل كل مرمى في المباراة الثانية، وآخرهم فوز الدنمارك إخواني. الآن سنمر إلى تطبيق البيت وينر، ونفس المباريات، نفس الطرق، نفس اللعبة، لأن هذه المباريات استخرجناها نحن مع مجموعة VIP روكي، لأن هذه التوقعات ناجحة 100%. فهنيئا لكل من لعب معنا هذه التوقع وكسب معنا أرباح هذا اليوم. الأرباح ليست اليوم فقط ولا الغد، هي كل يوم إخواني. فمرحبا بكم، لنشاهد هذا الفيديو. نفس الطريقة، نفس اللعب في جميع المواقع، لأننا مؤكدون من أن هذه المباريات الثلاث هي مربحة 100%. هنا لعبوا على تطبيق البيت وينر، أحسن تطبيق. كما تشاهدون فوز اليونان ناجحة، وتسجيل هدف في كل مرمى ناجحة أيضا، وآخرهم فوز فريق الدنمارك. إذا كما شاهدتم إخواني، أيضا لعبت على تطبيق البيت وينر، التطبيق الأحسن في عالم المراهنات. أنصحكم به أن تلعبوا به، ففيه أوضد الرائع، سحب وتحويل مباشر إخواني وناجح. الأهم إخواني هو كل من يريد اللعب معنا على مجموعة الواتساب يتواصل معي عبر الواتساب 066 54 59 07 للاشتراك. أما لكل من يريد تحميل تطبيق البيت وينر، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف، وحتى الكود برومو روكي فيكس. الروكي فيكس إخواني، هذا الكود البرومو، بالنسبة لهذا الكود البرومو روكي فيكس، عندما تتم عملية التسجيل على تطبيق البيت وينر تكتب هذا في الكود برومو، أول شحن عندك يتضاعف على مرتين. يعني أول مرة تشحن فيها التطبيق يتضاعف على مرتين بسبب هذا الكود برومو. فتحية لكم إخواني، أنصحكم باللعب مع مجموعة الواتساب VIP روكي، وتحية وسلام على الجميع.